السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه يا الأخبار يا شباب؟ أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكون بخير إن شاء الله. شفتوا اللي حصل يا جدعان؟ طبعا أنتوا عارفين إن عبد الله السعيد ده صاحب النادي، واخد بالك؟ فأي مشي اللعيبة ويجيب لعيبة وهو صاحب النادي يعني، ماسك نادي أسيوطي مية مية، الله أكبر عليه يعني. فقامت خناقة بين علي جبر ومين؟ وعبد الله السعيد. المهم الخناقة إيه اتفضت، وجاب رمضان قال له يا رمضان في ماتش الاهلي انا هديك الشارة، واخد بالك؟ وانت تبقى الكابتن عشان ايه؟ نرفع من معنوياتك وتسلم على الشناوي بقى يعني قال له يا كابتن طب ما ممكن الشناوي ما يسلمش عليا. قال له ليه؟ عادي يسلم عليه، هم مفكرين ان محمد الشناوي هيلعب. لكن الواد اوفا هو اللي لعب. المهم ما خدش الشارة وخد عبد الله السعيد. طبعا عبد الله السعيد في ماتش الاهلي كان ايه يعني، الله اكبر عليه، كان موسع لنا المكان كله وخليه فله فله. يعني خط النص ده كان بالنسبه للاهلي كان فله، واخدين بالكم يا شباب؟ فطبعا ايه، حتى رمضان ما لعبش. يعني رمضان ما لعبش لان الراجل برضو الله يكون في عونه، ويدعي للكابتن محمود الخطيب انه خرجه مش من المشكله اللي كان فيها دي. انا لو منه كل يوم الصبح اروح نادي الاهلي احب على ايد كابتن محمود الخطيب. انا انا جده خيري، انا جده خيري لو مكانه اروح ابوس ايد كابتن محمود الخطيب. فيعني الحوارات في بيراميدز دي، يعني هو صاحب النادي هو عبد الله السعيد. بكلمكم جد، انا مش بقول كده وخلاص، انا مش بقول كلام اعتباطا يا جدعان، لا، انا معلومات بتجيني وانا قاعد لحد عندي، مش بقول كلام وخلاص. وبكره ان شاء الله هنشوف بقى. كل البشر بتقول لك ده الاهلي هيتغلب بكره، هيتعادل، مش عارف ايه. يا جدعان انتوا في بتتكلموا في مين؟ انا مش عارف الناس بتهرف ايه يا جدعان. يعني انا مش عارف الناس بتهرف ايه. الهري ده انا ما بحبوش. انا عايز بكره ان شاء الله زيزو يلعب في مكانه، في الجنب اليمين. بكلمكم جد، انا عايز زيزو يلعب في مكانه، غير كده لا. الوينج اليمين ده بتاع زيزو، الوينج الشمال ده بتاع بن قلبي. محدش يعرف بن قلبي؟ بن قلبي يا ناس دلوني عليه. يعني انا والله العظيم ثلاثة انا ما عارف الاندية دي ماشية ازاي. طبعا الاهلي بره الموضوع ده، انا مش عارف الاندية دي ماشية ازاي. يعني اللي عمله عبد الله السعيد في ماتش الاهلي لما شاط الازازة برجله كده، وتحس ان هو صاحب النادي. عليا النعمة قسما بالله، لو لاعب من الاهلي عمل كده لكان اتنفض، عشان في ادارة منظومة كاملة بتكمل بعضيها. يعني يجي مثلا رئيس نادي يستلم من رئيس نادي تاني نفس السيستم، ماشيين عليه ما بيتغيرش. من ايام الكابتن صالح سليم رحمه الله ما بيتغيرش السيستم زي ما هو. حتى لو اللاعب ده بيلعب ب50 لاعب من الفرق التانية، بس يجي يخش النادي خلاص يبقى هو زيه زي اي لعيب.
زي اي لعيب. مفيش في خيار وفقوس عندنا. عندنا مفيش خيار وفقوس في النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي ده منظومه، يعني ده جمهوريه لوحده. ايوه، منظومه كبيره يا جدعان. انتوا مش عارفين مقدار النادي الاهلي في الدول العربيه. يعني هاني سعيد طالع يقول لك ايه؟ احنا هنكسب 3-0. 3-0 يا عم، قول هتتعادل. يعني نهار ما تتجدع نقول هتعادل. والراجل اسمه ايه الراجل ده بنضاره ده؟ اه, اسمه الدرديري. والاخ الدرديري طالع يقول لك ايه؟ الزمالك لازم يكسب. يا اخي قول ان شاء الله. لا، لازم يكسب. اهلي مش في حالاته، مش في احسن حالاته خالص. الزمالك لازم يكسب. ناس تقول ان شاء الله، وده ما يقدمش المشيئة. طب اهو اتغلب الزمالك، وانت عمال تقول الزمالك لازم يكسب، وطالعين في القنوات بقى. الله. وضربة الجزاء اللي اتحسبت على الاهلي دي، والله والله ما ضربة جزاء. ده ده اسمه ايه ده؟ اتخانق مع اسمه ايه ده؟ المهدي سليمان. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الجون اللي دخل. مش الجون اللي ما اتحسبش، الجون اللي دخل. وزعقوا مع بعض واتخانقوا ايه ده يا عم؟ طب ما الجون، ما اي جون لازم يغلط. ما كابتن محمد الشناوي كان بيغلط. ده بحنا. شوبير ما بيغلط. كابتن اكرامي بتاريخه العظيم كان بيغلط. كابتن احمد شوبير بتاريخه الجميل كان بيغلط. كابتن ثابت البطل رحمه الله، كان احسن جون في افريقيا. كابتن ثابت البطل كان بيغلط. حد راح اتخانق بقى في كابتن شناوي ولا مدير كرة شتمه؟ ولا مفيش الكلام ده عندنا. احنا ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا الكلام بيحصل في الكواليس وعتاب، مش شتيمة وقلة قيمة وتهزيق، وده يمسك في ده وده يتخانق مع ده. وشيكابالا يقول لك والله شيكابالا صعبان عليا، كان بيعيط يا ولدان لما الاهلي كسب. ويقول لك ايه؟ الشيكابالا احسن لاعب في افريقيا. هو جاب كام جون في ماتشات الاهلي والزمالك؟ ما جابش ولا جون. اللي هو متهيألي جون يتيم. بيمجدوا ناس وخلاص. طب ما خالد بيبو اهو جاب 4 تجوان في الزمالك، سوبر هاتريك. الاهلي ما بيتكلمش عليه ليه؟ الاهلي ما عندوش لعيب كبير ولا لعيب صغير. كابتن حسام غالي كان يمسك نص الملعب يخليه حيطه مسدوده وفنيات عاليه، بس ما كانش يتنطط على النادي. ما فيش لعيب دخل النادي الاهلي واتنطط عليه. وبقول لك يا امان، خلي بالك، لو خرجت من الاهلي هتخسر كتير. صدقني هتخسر كتير. وانا وانت اهو. يبقى قول جده خير قال. قول جده الحاج خير قال. انا بكلمك جد، مش بهزر. انا مش بهزر. انت لو مشيت من النادي الاهلي هتخسر كتير. ولو لعبت في الزمالك هتلعب شوكو، وانت طبعا ما بتحبش الشوكو. وما تتكلمش في اي ما تتكلمش في اي تجديد ولا اي زياده ولا اي حاجه. ما تتكلمش في اي حاجه خالص. عايزك تلتزم الصمت. اسمع كلام ابوك. ابوك صح. ابوك بينصحك لمصلحتك، ينصحك لحالك. ابوك صح. شوف ابو زيزو. زيزو ما بيتكلمش خالص. زيزو بصراحه انا بحترمه من ايام ما كان في الزمالك، لانه ولد محترم ومؤدب
وما كانش بيتخانق ولا يعمل مشاكل ولا الكلام ده خالص. لا، زيزو طول عمره مؤدب. يعني زيزو ما كانش بيعمل مشاكل. انت اي نعم كنت في الزمالك بتعمل مشاكل، بس حبيت تعمل مشاكل في الاهلي اتقرصت. وده سيستم الاهلي يا امه. خلينا نحبك زي ما احنا بنحبك. جمهور بيحبك يا امان. ما تضيعش حب الجمهور والصرح الكبير ده من ايدك. خدها نصيحة من جدك خيري. انا بكلمك جد. انت زي ولادي. يعني انا بعزك وبحبك وبعتبرك زي ولادي. فيا ريت يا ابني تركز في اللعب، تركز في الكورة، ما تركزش ودنك مع حد. دي نصيحة من اب لابنه يعني. وابوك راجل محترم وعنده حق ان يقول لك. واحمد يحيى قال لك الكلام ده ولا ما قالكش في العربية؟ فاكر لما ركبت العربية وابوك معاك وقال لك ما تتكلمش في اي حاجة؟ لما عقدك يقرب ينتهي نبقى نتكلم او ما نتكلمش. ماشي يابا. يعني عندك الواد، اللهم صل على حضرة النبي، حسين الشحات، اتنازل عن حاجات كتير قوي عشان يجي الاهلي. صح. انا ما بقولش كلام اعتباطا يا ابني. ما بص، ناس كتيرة قوي تحب تلعب في النادي الاهلي وجمال النادي الاهلي. واول حاجة جمهور النادي الاهلي. جمهور ملوش حل، جميل. اجمل جمهور في العالم كله. واكتر جمهور النادي الاهلي في العالم كله. مفيش جمهور زيه. جمهور رائع، عنده رقي. عنده رقي. مش جمهور وخلاص. لا، يعني الماتش بتاع الزمالك والاهلي، لو جمهور غير النادي الاهلي، غير جمهور النادي الاهلي، كان حضروا بتاع يجي 500 600 واحد بسبب هزيمة بيراميدز. واحنا اللي ضيعناها. ليه؟ بسبب تريزيجيه ده. هو السبب. انا مش بكرهه. انا ما بكرهش حد. بس قال لي انا بشوفه بقوله. عايز يجيب جول لوحده. واللعبه جماعيه، مش جيب جول ويجري لا. لازم. شوف الواد امه راح حطها لحسين الشحات. جول. فالكوره هات وخد. هات وخد. مش هاخد بس، لا، هات وخد. مش هخليها في رجلي كده واقعد انخرب بيها وخلاص كده. وراح وضاعت من رجله. وممكن يجي جون بسبب المشوار الازرق ده. يا جماعه، عايزين بكره نبقى رجاله. وعايزين نعمل سكور. ام بي دي اتعادلت معاك، خلي بالك. اتعادلت معاك ولا ما اتعادلتش؟ ام بي اتعادل معاك. لو ما اتعادلش معاك، لو اتعادل معاك بكره انا هقطعكم. يعني هقطعكم حتت كده. مش حتت يعني همسك سكينه، لا. هقطعهم بالكلام. اتكلم عليكم كلام مش كويس. عايز رجاله في الملعب زي ماتش الزمالك. شفت رجاله رجاله. بكره عايز رجاله تدوس تفوت تفوت في الخرسانه. انا ماليش دعوه بيراميدز كسب الزمالك كسب، انا ماليش دعوه. انا ليا دعوه بالملعب. ليا اركز ان انا اكسب. اركز في لعبي.
يبقى ذهني ده ما فيهوش حاجه، فاضي. ذهني كله متعلق بالكوره اللي انا بلعبها. عايزكم تاكلوا النجيله. عارفين يعني ايه تاكلوها؟ تاكلوها اكل كده. ولكل مجتهد نصيب. وانت لما تجتهد ربنا مش هيخذلك ابدا، نهائي. ما تخليش رضا عبد العال يتريق علينا. عايزينه يطلع يتريق على الزمالك، لان الزمالك انا عارف هيتعادل بكره او هيتغلب. صدقني. اللي انا بقول لك عليه بيطلع غلط. بكره بيراميدز هيتعادل، الزمالك هيتغلب، ودي فرصتك يا معلم. انا مش بقول كلام احتباطا يا ابني انت وهو، انا بقول لكم اللي هيحصل. وان شاء الله بامر الله دول هيتغلبوا ودول هيتغلبوا، الاهلي هيكسب بامر الله. بامر الله. بس يا ريت الحكام تبقى نظيفه، يبقى ضميرها صاحي وعندها ضمير. يا ريت تبقوا عندكم ضمير شويه يا جماعه. انت حكم يعني قاضي، يعني بتشهد بالحق، بتحكم بالحق. اذا حكمتم بين الناس احكموا بالحق. انا راجل اهلاوي اهو، واهلاوي صميم صميم الصميم. لو الاهلي بيلاعب الزمالك وانا كنت حكم، والله العظيم ثلاثة هحكم بما يرضي الله. عشان انت هتتحاسب على التحكيم اللي انت بتحكمه، هتتحاسب عليه. اه. لان ربنا سبحانه وتعالى اذا حكمتم بين الناس احكموا بالعدل. ما هتحكمش بالعدل، انت اللي هتندم بعد كده. هتقابل ربنا بأنهي وش؟ هتقول له انا حسبت ضربة جزاء للزمالك، هتتحاسب عليها. انا طردت واحد من الفرقة التانية بدون من غير قصدي، هتتحاسب عليه. اي انسان في الدنيا خلقه ربنا هيتحاسب على مثقال ذرة. يعني الحسنة بتخص والسيئة بتعم. الناس كلها تكرهك، وربنا لما بيحب عبد الناس بتحبه، لما بيكره عبد الناس بتكرهه. بيكرهوا ربنا من ايه؟ من ظلمه. ولا تحسبن الله غافل عن ما يعمل الظالمون، انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. انا بكلمك اهو، ده ربنا اللي قال كده. فربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك. فيا ريت تحكم بما يرضي الله. بارنا دهلك تروح تبص شوف ايه اللي بيحصل، واللي انت شايفه بما يرضي الله. بس اهم حاجه بما يرضي الله. مش اصل انت هتجامل واحد في الدنيا مش هينفعك في الاخر. انا بكلمك جد. ما تجاملش حد على حساب حد. الظلم ظلمات. لما تيجي ماتش الاهلي احكم بما يرضي الله. حتى لو على الاهلي حاجه احسبها. بس انا عارف احنا معانا رجاله، ورجاله تسد عين الشمس. يعني الرجاله هتسد عين الشمس بكره ان شاء الله. انا هعمل فيديو قبل الماتش برضه ان شاء الله، وهعمل فيديو بعد الماتش. لو خذلتوني هتسمعوا مني كلام مش كويس، مش هيعجبكم. لكن لو فرحتوا قلبي وفؤادي هبقى مطمن ومبسوط. خلاص يا رجاله، ان شاء الله هنكسب بكره، والزمالك يا يتعادل يا يتغلب، وبيراميدز يا يتعادل يا يتغلب. فاهمين؟ واسيبكم في رعايه الله. وما تنسوش تصلوا على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. واخدين بالكم؟ ما تنسوش تصلوا على النبي. صلاة النبي بتجيب الرزق.
وبيجيب كل حاجة حلوة. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.